السلام عليكم. هنعمل النهارده ان شاء الله الفوليه، تاني حاجه من حلويات المولد. عملنا قبل كده الحمصيه، هسيب لكم اللينك بتاعها ان شاء الله في الكومنتات وفي صندوق الوصف. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك ومتابعه القناه عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. شايفين لونها جميل ازاي، مكرمل وطعمها حلو قوي والقرمشه مظبوطه. اول حاجه هو السكر، ده حسب الرغبه. انا عملت كوبايه سكر على كوبايه من الميه، واول لما تغلي بحط عليها فانيلا وبحط عصره من الليمون. ما تزوديش الليمون لان طعمه بيبقى ظاهر. وبعد كده بتجهزي لازم الاول حاجه تكون ألمونيا او ستانلس، وتدهنيها بطبقه بسيطه من الزيت، ولو عندك ورق زبده تفرشيه فيها برضو وتدهنيه زيت. وهيفضل بقى يغلي السيرب بتاعنا. وازاي نختبر ان هو كده تمام؟ بتجيب كوبايه فيها ميه عاديه، ميه من الحنفيه عادي او ميه ساقعه اللي يعجبك، وتحطي فيها شويه صغيرين. بعد كده تاخدي السيرب دوت وتكسريه. لو اتكسر معاكي يبقى كده تمام، لو لسه طري يبقى لسه عايز نار شويه. وهننزل عليها بالفول المحمص بتاعنا، نكون محمصينه في الفرن او في طاسه عادي من غير زيوت ولا اي حاجه. وتقلبي كويس وبسرعه لان بينشف، لو نشف مش هتعرفي تشكليه. وبعد كده بتحطيه في الصينيه بتاعتك وتفرديه، يكون طبقه رقيقه رفيعه، بلاش تكون سميكه، على قد ما تقدري. وعلى قد ما تقدري برضو ان انتي تفرديه وهو لسه سخن لان بينشف. هو بيبقى صعب وبيبقى سخن جدا بصراحه، لو تقدري تلبسي جوانتي او حاجه هيبقى افضل. وبعد كده بتسويه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. انا نسيت هنا هوت ان انا اقطعه وهو لسه سخن وهو طري، وسبته لحد ما نشف. بس ما فيش مشكله، بيتقطع باشكال عشوائيه وبرده نفس النتيجه عادي. بس انت لو عايزاه يكون اشكال متساويه، بعد ما بتظبطيه كده بتقطعيه بالسكينه، يعني مربعات، دواير، على حسب الشكل اللي انت بتحبيه. لو انت عايزه تعمليه دواير، بتاخدي قطعه منها وبتشكلها على ايدك على منظر دايره، يعني تعمليها كوره. وبعد كده برضو بتسويها، بتخليها ايه، تنام خالص كده، وبتسويها بتبقى على شكل الكوره او القرص اللي احنا بنشوفه. انا هنا كانت نشفت خالص، طبعا ما جيش جنبها الا بعد ما تنشف خالص بقى. وبدات اكسرها. طبعا كان صعب ان هي تتكسر وهي ناشفه كده، فطلع مني الاشكال مش متساويه ومش ناشفه. على فكره مش ناشفه قوي، يعني مقرمشه مظبوطه جدا ومكرمله ولذيذه جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي بقى لايك حلو من ايديكي، ومتابعه القناه عشان يوصلك ان شاء الله كل جديد. وهسيب لكم لينك الحمصيه ان شاء الله في الكومنتات وفي صندوق الوصف. شكرا لكم ولدعمكم.